أهلا ومرحبا بكم في قناتي ما باسون كولينير، متعتي في الطبخ. مقروط العسل مقادير سهلة وبسيطة، ولكن التطبيق تاعو صعيب نوعا ما على كثير من البنات. إذا تبعوني في المطبخ ديالي وراني رايحة نكشف لكم جميع أسرار هذه الوصفة بكل أمانة وإخلاص. المقادير هي 3 كيلات فايضة تاع سميد متوسط. حنا هنا في فرنسا ما عندناش السميد الخاص بالمقروط، عندنا غير نديرو المقروط غير بالسميد المتوسط. نعاود 3 كيلات فايضة بومبي تاع سميد متوسط او 4 كيلات ممسوحة، هي نفس الشيء. ديري 4 كيلات ممسوحة او 3 بومبي كيما تحبي، هي نفس الشيء. رشة ملح وكيلة تاع ليدام. هنايا درت السمن، ذوبتو خليته حتى برد وكملتو بمقدار الصبع تاع الزيت. ما نفيضوش الكيله، نعمروها غير سوا سوا. نخلطوا السميد مع الدهان ونحكوا بين يدينا مليح مليح حتى ينسجم السميد مع الدهان، ونبسوه بين يدينا على هذه الطريقه. وكي تحصلوا على هذا القوام يعني يولي السميد تاعنا يولي كيما الرمل المشمخ. ونحاولوا نديروا كره بين يدينا، وكي تتكون لنا هذه الكره معناها انه خلاص نقدروا نحبسوا ونوضعوه في اناء، نغطيوه بفيلم بلاستيكي ونخليوه يرتاح ويبات ليله كامله. طريقه تحضير عقده اللوز مهمه ايضا في نجاح المقروط ديالنا. انا ندير 4 كيلات لوز ونص كيلة سكر. اللوز يبستو مليح وحمصتو على نار هادئه في الفرن. ما لازمش ياخذ اللون الغامق، لازم يقعد اللون ديالو فاتح، لانه ما ننساوش باللي رانا رايحين نقليو المقروط ديالنا، واذا حمصناه كتير راح تكحل العقده اثناء القلي وتبان محروقه. وتاني علاش نحمصو اللوز ديالنا؟ نحمصوه لسببين. السبب الاول هو انه مد بالنشابه للحلويات تاعنا، والسبب الثاني هو انه ما يغملش وما يخسرش، ونقدروا نحتفظوا بالحلويات تاعنا لمده لا باس بها. سمحوا لي اذا طولت عليكم، مي هذه اخر استوس فيما يخص هذه العقده. ماذا بينا كي نشمخوا اللوز نديروا العقده شويه طريه، لانه اذا درناها يابسه راح يكون سبب في تشقق المقروط اثناء القلي. فوالا نديروا العقده نديروها في فيلم بلاستيكي ونخليوها تبات باش ديك الغدوه تجينا سهله في الخدمه. من قبل كنت ندير المقروط، مره كان يصلح لي بالصدفه ومره كان يتفتت لي في المقله. الوغ واش درت؟ مع الاول درت قل من الكيله تاع الماء والماء الزهر جاني يتفتت، وكي درت اكثر من الكيله جاني ماشي مرمل، ما عجبنيش. مالا واش بقالي هو انه نعمل كيله برك تاع الماء والماء الزهر. اذا كل وحده فينا تاخذ السميد اللي معتاده تخدم به وتجرب هذه الكيفيه بكميه قليله، رايحه تلقى الكميه اللازمه تاع الماء للسميد ديالها. كما قلت لكم السميد ديالي يشرب كيله قد تاع الماء والماء الزهر. هنا واش راح ندير؟ راني رايحه نقسم السميد ديالي على 2، ومن بعد نقول لكم علاش. نص نخبيه ونص نخدم به. ندير نفس الشيء للكيله تاعي تاع الماء والماء الزهر، نقسمها تاني على 2. الآن يصير عندنا نص تاع السميد ونص تاع الماء، نحتفظ به
الى ما بعد. اذا ناخذ النص تاع السميد مبسس ديالي والنص تاع الماء والماء الزهر، ونبدا نسقي بشويه بشويه، ونخدم غير باطراف الاصابع من غير ما نعجنو. نديرو الماء غير بشويه بشويه حتى كل ما نفرغوا شويه الماء نحاولوا نوصلوا كامل الماء لكامل الحبيبات تاع السميد حتى يتلم. فوالا، او بدا يتلم لي. ودرك نبدا عمليه المقروط. نسيت ما قلت لكمش من قبل، لازم كي نبداو نشمخوا نبلوا المقروط ديالنا لازم نديروا الزيت تسخن على نار متوسطه من الاول. ملي نحطوا المقله تاعنا فوق النار لازم تكون متوسطه من الاول حتى لنبداو نقليو. وابتداء من هذه المرحله لازم الخفه والسرعه، لانه اذا طولنا على المقروط ديالنا راح ينشف وبالتالي يتفتت لنا في المقله. في الاول ناخذ العجينه تاعنا ونكونوا حربوش ونضغطوا عليه باحكام من كل الجوانب وندوروه في نفس الوقت لكي نقضي على كل التشققات اللي فيه. واذا خلينا هذه التشققات راح يتحل في المقله. ندير فتحه في وسط الحربوش ونحط العقده تاع اللوز ديالي ونغلق عليه، نغلقها باحكام ونزيد نضغط عليه مليح باش نقضي على التشققات. نخليه يرتاح ونجوز الحربوش الثاني نعمل نفس الشيء. نرجع الآن للحربوش تاعي الأول باش نقطع القيرطات تاعي، ونخليكم مع الصورة اللي هي غنية عن كل تعليق. وكما تعرفوا المقروط العاصمي لازم يجي بومبي، دونك ماذا بينا نحافظوا على هذا الشكل باطراف الاصابع نحاولوا نعدلوا ونصقموا كل الفتحات اللي فيه باش ما يتفتتناش في المقله. وكما قلت لكم من قبل لازم درك الزيت تاعنا تكون سخنت مليح، ماشي تحرقت، سخنت مليح، راهي على نار متوسطه. نحط المقروط ديالي في السله تاع القليان ونجرب الطرف تاع العجينه، ولا كان قلات توت سويت سافا دير سي بون. نحط المقروط ديالي لازم نسمعوا هذا الحس، ولا ما سمعتوش هذا الحس معناه المقروط تاعنا راح يتفتت في المقله. كي نشوفوا المقروط تاعنا بدا يغلي هنايا نقص النار تاعي على اقل من متوسط، تحت المتوسط، باش يطيب لنا من الداخل ومن الفوق. كي يطيب المقروط ديالنا وتحصلنا على هذاك اللون الذهبي اللي كنا نحوسوا عليه، نحطه مباشره من الزيت في العسل مباشره. نخلي المقروط ديالي في العسل المده اللي نخدم فيها الحربوش الثاني باش هكذا يتشرب مليح مليح. ونخليه يقطر. ها هو المقروط ديالنا بعد ما عسلته وقطر ونشف.
أما اللمسة الأخيرة فهي تتمثل في إزالة الحبيبات المترسبة على المقروط. قبل الاستهلاك رايحة نزيد نعسلو مرة ثانية. شوفوا هذاك اللمعان ولا أروع. نحطوه في طبق التقديم ودوك نجرب لكم حبة وتشوفوا من الداخل كيفاش دايرة. مرمل يدوب في الفم وما نحكي لكمش على البنة. ولا راكم مذكرين هذا هو النص تاع العجينه ديالي مع الماء، ما كانش عندي الوقت نديرو اليوم، مي طونك ماهوش مشمخ ما يصالو حتى شيء. الفيديو تاع السلطان ديالنا وصلت الى نهايتها، اتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم. بارطاجيوها مع البنات اللي ما يعرفوش يديروا المقروط. التحقوا بي على موقعي الجديد mapassionculinaire.fr او صفحتي على فيسبوك cuisiner avec passion. والسلام عليكم ورحمة الله.